الصراحه مع ماي فاميلي. جاهزين؟ هي الصراحه بقت لعبه. اه هي الصراحه المفروض تبقى نظام حياه. لا لعبه، بس محدش يكذب. اولا كون انا محدش يكذب، محدش يتهرب من السؤال. ليه يحصل مفيش على انسحاب. حب المشنقه ولا ايه؟ ابدأي بشهود. احنا كده كده ما بنكدبش. من الكبير للصغير لو سمحت. والله شعرنا احنا ما بنعرفش نكذب اساسا. ما علينا، مفيش انسحاب مهما كان السؤال مزنوق. احنا بنحب الفضايح. استني مفيش انسحاب. جاهزين؟ لازم. يلا السؤال. بتقولي على بعض؟ تبدأي بمين؟ بشهودة؟ شهودة طبعا. يعني بنبنية العيلة، بنبنية العيلة يا بنتي. هنبدأ بيها. صلي عليه يشفع فيك. الصفة اللي بتحبيها فيكي وبتعتبريها صفة إيجابية. ثواني أخلص هنا وجاي. طلعت على السفرة. طلعت على الصفرة. روفان طلعت على الصفرة. انت طلعتي هنا ازاي؟ طلعتي هنا ازاي؟ اطفي النور. هتشاور اطفي نور الصاله. اطفي النور يا مودي. دي طلعت على الصفرة وماسكة الملاحة بتلعب بيها. اطفي النور يا مودي. جاوبي يا شهد يلا. كان السؤال ايه؟ لما معلش بس ايه الصفة اللي بتحبيها فيك وبتعتبريها صفة إيجابية؟ شهودة؟ شهود. قولي لها بقى. بصي، هو ما بحبش اشكر في نفسي كتير، ما يشكر في نفس الا ابليس. بس انا شايفاني كلي على بعضي حاجه جوهره ما عرفتش. بصي الرضا عن النفس يا جماعة. بجد الرضا عن يعني. النفس أنا بجد. طب انت برضه فعلا على كل كل صفات. بالظبط، انا عن كل صفات. لا قولي صفة حتى محددة. في صفات كتير الكل شايفه ان هي دي حاجات سلبيه، بس انا شايفاها ان دي حاجه ربنا مميزني بيها. قولي صفة محددة. زي مثلا بحب تبيت قلبي قوي. لما سر جمال الناس كلها بقى طيبة قلبي والرز بلبن، ما بقاش سر كده. شهد طيبة زيادة عن اللزوم في زمن ما ينفعش في في يعني في مواقف المفروض يبقى لها رد فعل فيها، هي ما بتردش طب الفعل. والله عارفه بقى مع انها عندي ردود، بتقول بس لك بخاف ربنا. عندي ردود بس ما بحبش اجرح اللي قدامي. هو انت ثواني، انت لما اللي قدامك ده هيجي يجرحك مش هيقول لا. مش بس انا هقول حسبي الله لا هي ما ونعم تجرحش. انا الوكيل وربنا هيجيب لي حقي، لكن هو ممكن يتجرح ويدي عليا دعوه وحشه. انا ما شجعش ان هي تجرح حد. يا اخي بس والله والله ان جسمي اشعر. ليكي رد فعل ربنا عشان ما حدش مرتين. يفهم تبتك دي ضعف. انا متربيه بره الا ربع. نبدا بام مودي. سؤال صعب عليك عشان انت سالتيش حاجه ده صعب. ايه الحاجه اللي بتحبيها في شكلي؟ شكلي والله كلي على بعض. انت شعيره النرجسيه بتجري في دمنا. والله كلي على بعض. وانا قوي انا بحب كل تفصيله فيا كلك على بعضك بجد. حلو. من اول طب قولي اسمي. لي ايه الحاجه اللي بتكرهيها في نفسي؟ بس استني بقى، لا ما انت هيجي عليكي سؤال تاني. يعني انا طب. انا كل حاجه بحبها. طب انت خلاص كده جاوبتي. وانا كده انت يا ست الكل. السؤال بقى لست الكل. رفضنا هرياها. ردي على نفسك. بصي يا وسامي. ست ردي الكل. عنك يا بنتي كله الرد. عندك كم صديق حقيقي؟ صديق حقيقي؟ حقيقي مش معارف. في فرق بين الاصدقاء وفرق بين المعارف. ولا واحد. الزمن ده فيش أصلا. لا امي يعني استني يا ستي بس امي. لا انا ليا اصدقاء بس مش الاصدقاء اللي انا عارفاهم. دول معارف. صديق أيوة. صدوق. اللي هو تجري عليك كل مشاكل. خليني بس ارد انا عليه. هو السؤال بيبقى ليا زي ولا ما ليكي؟ بيبقى زي ما بثابت بيست فريند ليك. ما اختكم عارفه. بير فريند؟ بيست فريند. لا ما في. صديق يعني صدوق في الزمن ده. لا، والله best friend يعني لاني انا عاشرت ناس وطلعوا حوارات وكدابين، فانا قررت ان انا ما ابقى عايشه مع نفسي انا كده عندي في حالي. الصراحة. بس ليا أنا ناس عشان كتير برضو. بحبها بس مش اللي انت بتقوليه. انا صديق الصدوق البنت شهد. أيوة. بص هي قاعده فوق سوا. ايه ده؟ ايه اللي ايه انتوا فيه صديق ده؟ الصدوق؟ حبيبي من ايام بس الجيش. انما انتوا بقى واخواتي واصحابي وولادي وامي وابويا، بيخليك يا انتوا ستي كل حاجه ليا. خش الجنه يا رب. يا رب. انا مصاحباكم انتوا مش انتوا واصحابي. بيبقى مسكر. نيجي لام مودي. لا تدور عليا ما ستي احنا مش ماشيين بالدور يا ستي اسكتي والنبي. طب بتدور عليها اديها سؤال. لا. المكان اللي بتتمني تروحي له. عند الرسول. لا يا انت العيله كلها نفسها تروح من اصغرها لاكبرها. شاد اكتر مكان بتحبي تكوني فيه لما بتبقي مبسوطه؟ حضن امي. ايه؟ حط امك في السراء والضراء يا اختي.
لا بس لما ببقى مبسوطه ما ببقاش عايزه اسيب البيت او اسيب ماما، ببقى احب مش هتمشي على ليش يا ربان، لسه بقول لك بر الوالدين يا بنتي. يا ست الكل، سؤال يا ست الكل، بتعملي ايه لما بتشعري بالوحده والفراغ وانت قاعده لوحدك؟ ما انتوا سايبيني لوحدي طول اليوم. بصي يا شهد، انت البتتر. بعمل ايه؟ اخراج محمد سامي. اكبر ونس ليا وبيضيع لي وقتي وبحس ان انا مرتاحه نفسيا. التصوير. لا امال ايه التصوير؟ ايه انت غبيه. اما بلاقي نفسي كده قاعده لوحدي في الشقه وساكته، بمسك السبح. جبتني يا العسل. ربنا يكوي ايماني. بصي يا النهارده ندي السؤال ده روفان لشهر. روفان خلتني ما عملتش التسبيحات اللي روفان بعملها. هنا، خلينا حتى الوقت عشان اللي بعمله نتكلم. الصبح واللي بعمله قبل ما بنام مع يا شهد، اتمنى لو اخبر فلان انني احبه، فمن هو؟ ما تقوليش امك. لا لو مش امي فمش لا معلش يا شهد بقى. ايوه معلش، ده سؤال انا ما فيش انسحاب وما فيش عدم اجابه. لا مش ممكن حد. حد مفتقداه. تيتا الله يرحمها. بصي سكتتني. ايوه عايزين اقول لك مين يعني، مش احنا امبارح رحنا زرنا امي عبد الرحمن. الساعه 11 بالليل، دخلنا المقابر الساعه 11 بالليل. جالكوا قلب ازاي يا جماعه؟ ايوه عايز. طب سؤال برضو لشهد، معلش بقى يا جماعه. ايه ده، في ايه؟ الحمله نازله عليا ليه؟ شهوده، نعم. انت كدبتي على صديق مقرب ليكي عشان بتحبيه ولا عشان بتغيري منها؟ كدبت عليها؟ يعني كدبتي مثلا عليا عشان بتحبيني ولا عشان بتغيري مني، بس مش انا كشخصي. هو اكيد مش عشان بغير. شهد ما بتغيرش من حد الصراحه. اكيد مش عشان بغير. بس انا اصلا يعني ما بكدبش، مش هكذب عليك. السؤال غريب. ام مودي، ايه اللي عرفتيه عن شخص مقرب ليكي؟ ايه هو؟ دي الفضايح كلها عندها. احفاد العيله، خداع. احفاد العيله نفسها، اكبرها لاصغرها اسرارهم مع ام مودي. انا كرون الاستشعار عندي شغال 24 ساعه. ست الكل، سؤال ليك، اوصفي نفسك في كلمه واحده، انت شخص حكيم ولا متهور؟ لا ماما مش متهورة. هي الاثنين. ساعات في حاجات باخدها بصي لا، اللي بيجي على كرامة الواحد ساعتها لا لا بيتهور لا، غصب هي عنه. عندها الاثنين. لا هي مزدوجة. انا ساعات بتهوى لما حد وانا كمان لما حد بيستفزني وبيجي على كرامتي بخرج عن شعوري. طب ماما السؤال ده برضو ليكي، في مره كدبتي لانقاذ موقف، ايه بقى الموقف؟ انا كان موقف ممكن الدنيا تخرب فيه فكدبتي عشان تنقذيه. انا عموما عمري ما بكذب، طب ماشي، ما حتى لو الصدق ده ضدي اطفي النور. يعني حتى لو هيضرني وهيبقى ضدي بقوله، ودي معروفه عني، مش هقولك انا اقوله عن نفسي. في العيله، في الجيران، في كل حاجه عارف ان انا ما بعرف. والانسان اللي بيكذب باخد منه موقف. شهوده، هل خلاص ترى لما بتيجي عندي بتفشخ ضبها ولا لك الاسئله الهادفه، هل ترى ان البكاء ضعف ولماذا؟ مش ضعف، هو تعبير مش عن في كل الحالات ضعف شعور وقوة ذواتي. عامة، مش في كل الحالات ضعف قصدي. هو احنا عموما دموع بص، قريبه. انا بالنسبه لي العياط بالنسبه لي تعبير، لاني انا مش ما بعرفش عارفة اعبر أقول. كلاميا، فانا العياط ده هو التعبير. انا بالنسبة لي العياط ده بلجأ له اخر حاجة. لا هو اول حاجه بلجأ لا انت اول حاجه بتلجئيها لسانك. اخر حاجة بقى لما بلاقي مثلا مش انا ما بعيطش الا لما بيكون موقف من حد عزيز عليا وغالي عليا، فعشان كده وحاجه مش قادرة بتخانق تشرح. بالعياط. انما لا. لو حد مش عزيز عليا ولا غالي عليا انا بقى عمري ما ببقى مثلا شهادة ببقى متخانقة معاها عمري ما عيط قدامها. انا متخانقة معاها في عز الخناقة وحرقة دمي عمري ما عيط قدامها. وبلجأ للعياط ده اخر مرحلة والله، اخر حاجة لما بلاقي الكلام مش نافع، الالتزام مش لا، نافع، أنا عن الاحترام مش نافع، انا عن العياط ده نفسي اخر العياط حاجة. هو بلجأ له في كل الاوقات. ليه؟ لا، لاني مش انا ما بعرفش اعبر. انت ام مودي يا عسل، فاكرة اخر مرة اعتذرتي بيها وانتي مش مقتنعة انك غلط؟ عمري ما عملتها. لا هي حتى لو عارفه ان هي حتى لما غلط بتبقى غلطانه ما بتعتذرش. بتعتذرش. لا بعتذر اقسم بالله، بس عمري ما اعتذرت وانا عارفه ان انا صح. لا انا صح مش عاجبه وبترص في الحيط. بس كده. انما لو انا غلطانه شايفه ان انا غلطانه لا انا بعتذر. مرة اعتذرت وانا مش غلطانة، وانتي فاكرة ايه هو الموقف؟ بحاول. الزهايمر شغال يا حاج. ما علينا، مش عمري ما اكون على حق واعتذر. اعتذر عن ايه؟ لا رحت اعتذرت وانا ما غلطتش، بس عشان سبت الكل، لميس؟ انا ما كنتش غلطانة، لا دي هي خايفه عليكي. بس انا ما كنتش غلطانة.
لا بس هي خايفه عليكي لطيفه. نوصل برضو لنفس النقطه ان انا ما كنتش غلطانه. ما علينا. ست الكل، لو ليكي اختيار مفيش واحد. غيري. ما انا لسه مخلصه ام مودي، لسه مخلصه شهوده. لا بصي بقى. موجي. اكتر هذا هو اكثر ما يخيفني في كلمه واحده. ايه هي بقى الحاجه؟ ايه انت عماله تتلجلجي. مش عارفه ايه. هذا هو اكثر ما يخيفني. اكتر حاجه يعني بتخوفي. ايه الحاجه اللي مخوفاك؟ ان ده اللي بيخوفني. الحاجه اللي بتخوفني قوي قوي وبترعبني ودي اكتر حاجه بدعيها في صلاتي ان ما طول ما انا عايشه ما اشوفش فيكم حاجه وحشه. خش الجنه يا رب. هذا الموقف دفعني للبكاء، فما هو متى حدث؟ شهوده. ده ما تعديش. عدولي. بتعرفي تعدي من واحد لكام؟ شهد لو قلت لها ازيك عامله ايه وانت ازيك عامله ايه، يا ماما بتقول لي ازيك عامله ايه بطريقه وحشه. الوش بتتعب لي نفسيتي. ست ام مودي. شخص معين ما بتتكسفيش انك تقولي لي كل حاجه محرجه عنك او اي حاجه عموما، مش شرط محرجه. اكيد جوزها. عامة انا اصلا فضايحي للجو، مفيش حد ما يعرفش عني حاجة. ده انت حياتك في الستوري. ده انت حياتك في الستوري. ده انا ما عنديش اسرار، ما عنديش. بصي ست الكل. اسال ام عبد الله عني. كان سرا ولم يصبح. يعني كان سر بس ما بقاش. ما عنديش اسرار. أمك. ولو عندي لو واحد- اسرار عن أنا أجيب لكم الدنيا أسئلة منين؟ كلها انتوا ما بخبيش عنكم حاجة. وخالتك ام موتي فضحنا نتكلم. ما عندناش اسرار. تتخيل ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما عنديش حاجة اخاف منها عشان كده اخبيها. يا ترى افتحي. اللي بتخبيه شفت الفيديو ده؟ شفتي بتاع ابو ايمن؟ ابو ايمن بتاع الويلي. رجعت الويلي لازم تحضر. هيسمعوني. يا ترى افتحي. انا داخل على مشاكل كبيره. بتحل. راح نين زيك بيحل لها مشاكلها زيك. طب انا مش لاقيه لكم. اذا لو اتيحت لي الفرصه ساعتذر لك الى من تقولها شهوده. بصي هتقولك لنفسك. هقولك على ليه هنغير في اللعبة شوية. هو انا الفيديو فعلا لو اصلا اعتذرت هعتذر لنفسي عشان دخلت في نفسي. بصي بقى مش طب دخلت على ما كانتش تنفع بصي تدخلها. يا بقى هنعدل في اللعبة شوية. انت قولي السؤال واللي عاجبه السؤال يقول لك انا اللي هجاوب عليه. لا هيجي لعبه. محدش هي. هو اصلا لا، أنا خلاص هجاوب. الاسئله خلصت. الاسئله خلصت. انا اعتذر لنفسي. دخلت اشخاص ما كانش اليوم. طب بقى بصوا السؤال ده بقى ليكم كلكم. لو سمح ليكم انكم تعملوا شيء حرام مش هتتحاسبوا عليه، ايه هو؟ حرام؟ هو مش هتتحاسبوا عليه، يعني هو ساعتها مش هيبقى حرام. ازاي حرام ومش يعني هي الحاجه مثلا ايه زي شرب الخمره مثلا، هو ده ده حرام، حرام. ده حرام. بس هو لو ما كانش حرام هتعمل ايه؟ يعني نعمل حاجه لو هي يعني حاجه محرمه. حاجة نفسك تعمليها وخوفك من ربنا اللي منعك. مثلا بس هي ربنا مش هيحاسبك عليها لو عملتيها. لو كانش في حاجه عايزه اعملها. في ناس كده معينه عايزه اخلص منهم. فانا خايفه من عقاب ربنا عشان شيلوا اي حته من قدامهم. عشان من قتل يقتل ولو بعد حين. فدي الحاجه الوحيده اللي هيشاني حرمانيه ربنا. لو لا ربنا مش هيحاسبني ده انا هريح ناس كتير. ام مودي يا عسل جاوبي. في ناس نفسي اقطع علاقتي بيهم. ما ده مش حرام. لا ما هو في ناس عايزه تقطعي علاقتك بس في صله رحم. ما ده مش هيبقى تاثير منك، انت عملتي اللي خايفه عليك. من لا في قطعي ربنا علمنا وفي الرسول علمنا ان اوصل من قطع. في ناس بنضطر نكلمها خوفا من ربنا. انا بجد لكن احنا الصراحه مش عايزين نفسي نكلمها. اقطع علاقتي ومعرفتي وبصي امحيهم من حياتي. يعني في ناس ربنا نفسها يبعد تعمل كل حاجة. وحش يا رب. بس شهوده. طبعاً ما ينفعش. وانا كمان هنتحر عشان الدنيا دي جايه معايا سكه من الاخر. هو مش حرام بقى ساعتها. انا كان طب نفسي. ليه؟ لا استني بقى عشان السؤال ده ليه؟ عشان هي مش بتحب تواجه، بتحب تهرب. طيب انت انت كده واجهي؟ شخصيتها كده. لا هي لو واجهت بس عشان هتتواجه. انا هوجه لها سؤال. كده انا عرفت انا عندها ايه. بتقول لك انتحر عشان الناس والسكه الدنيا دي جايه معايا سكه. طب وامك ما انت اللي انتوا نور عينيها ما هي اللي هي عايشه عشانكم، يعني انت مش همك امك، انت عامله عشان حرام. لا ما هي ساعتها مش هتبقى حرام. انت هتبقى ساعتها ما مش حرام، انت مش حرام عشان ربنا. انما امك مش مشكله قلبها يوجعها. لا. مش مشكله احرق قلبها. مش وبعدين مشكله كل كل ده. انا برضو اضعف من ان اعمل حاجه من كده. بصوا انا مشكلتها أنا ايه؟ اكتشفت بصي كده. الانتحار تاني ده- موقف ليكي اشوفك علمت بنظره عليكي. ثانيه. بصي يا بنتي، المشكله هو اللي بيفكر شهد في ما بتعرفش الانتحار ده تواجه، لان اللي هي لو واجهت ممكن تتوجع، بس انت توجعي لحد ما تخفي.
مش تعرفي هات لها يا تديه. بنتي 2 مضاد حيوي. انا بقى كانت الحاجه الحرام اللي لو ما كانتش انا كنت عملتها اني اعمل وشم باسم. وش؟ ايوه انا عايزه اعمل له كلمه امي. لا مش امي، اسم ماما انا عايزه اسمها. اكتب كلمه طبعا امي ده ما على ينفعش قلبي كده. لا لا اعمله، صورة اصلا في القلب. اعمله على عارفه انت اللي هي ايدي من هنا كده. فكرت كتير في عز ان هي حرام ان انا اعملها برضه. والله يا برضه باجي جدعان، عند الخطوه الاخيره وافرمل. والله يا جدعان انا يا بختي ان انا في العيله دي والله. الوش في عيله بس الوش ربنا عندها من الاول خالص، ربنا عندها في المقدمه. هتتجوزيه ده بعد كده تداري مني انا ومن ابوكي عمري وتتخبي عمري يا فيه. نهار اسود. ما تصلحيش الموقف، ما تصلحيش لا انا زعلانه منك. لا والله ما بص وبس يا جماعه حاجه حرام، ما لقيتش حاجه حرام اكتر من كده. الفيديو خلص، ما تنسوش ده انا بقى بخاف تعملوا. على نفسي، بقول مش خايفه من الموت وبس، بقول يا رب عشان ايه لما ولادي يبقى ليهم عيله كده وزوج وعيله عشان ما يزعلوش عليا. وانت تقولي خلاص ما هي ساعتها مش هتكون حرام ننتحر انا وانت بتقولي ايه؟ مش هتقعد في بيت عيله. انت هو انت معمره معانا عشان تعمري في بيت عيله؟ بس يا جماعه خلاص انت عليك الفيديو قلب خلص. في وش تودي العين عند ربنا. هو انا بقلب وشي بصي يا جماعه خلاص الفيديو خلص بقى كده. الحمد لله عشان الفضايح ما تطلع. لحد كده فضايح تمام. اظن الناس عرفوا منها صراحه ما نسترش. قولوا انتوا بقى مره ما تنسوش تعملوا لايك والحاجات دي عشان انا تعبت. ماما قولوا لنا ما تنسوش تعملوا ايه. هم لو لايك بيحبوكي وشير وسبسكرايب